أن نكون آخذين بصحيح تجريد التوحيد لرب العبيد للعلي المجيد، وعلينا أن نكون آتين بصحيح المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فإذا توفر ذلك على الشرط، وإذا ما استوفي فيه الشرط، وإذا ما كان ذلك قائما في دنيا الله رب العالمين، فإن الذل حينئذ يرتفع ذلا لا أنزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. والرجوع إلى دين الله رب العالمين هو الرجوع إلى دينه، فكتاب الله رب العالمين على مراد الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كيفية الرجوع إلى هذا الدين المرجوع إليه تكون أيضا على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تجمع هذين في كلمتين هما التصفية والتربية. فتصفية الدين مما علق به من الشوائب، فهذا تجريد التوحيد للعلي المجيد، ثم التربية على هذا الإسلام المصفى مما علق به من الشوائب، فهذه التربية هي تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.